في خلال ساعة جت رسالة على موبايل عادل، صورة لملك مربوطة في كرسي ووراها محمود سمير مبتسم ابتسامته السامجة وماسك معاه مقص، وكلمة واحدة مكتوبة في الصورة: ميعادنا الليلة، البيت اللي هديتوه. عادل طلع جري على العنوان ومعاه قوة كاملة من الشرطة. المكان كان مضلم والبيت مهجور، لكن جوه كان في نور ضعيف خالص طالع من شباك صغير. عادل دخل بحذر هو والفرقة اللي معاه، السلاح في ايديهم، قلوبهم بتدق بسرعة رهيبة، وكل خطوة في المكان كانت بتأكد لهم ان هم داخلين على فخ مش مرعب، فخ مميت. وفجأة صوت ضحكة ضعيفة طلع من فوق. محمود كان مستنيهم. لما عادل دخل لقى أوضة قديمة في الدور التاني. شاف المشهد اللي عمره ما هيطلع من دماغه مهما حي. ملك بنته قاعدة على كرسي مربوطة بالحبال وعينيها مليانة رعب وبقها متكمم مش قادرة تنطق، ومحمود واقف قدامها ماسك مشرط ووشه هادي. المرعب في محمود انه مش زي اي قاتل، يعني ما عندوش غضب، مفيش انفعال، هدوء مرعب، كأن الموت بالنسبة له لعبة.